السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى من الشغل اللي كان فيه تكات كده حلوة وجميلة، الحاجات اللي أنا بحبها كده واللعب بالألوان والحاجات دي شوية. آه، أنا للأسف بس الفيديو قبل ما أوزع الفيديو اتمسح من عندي، الذاكرة كان عندي فيها مشكلة شوية. هي العاملة هنا جاية صبغة شعرها في البيت، فبصبغة بس طبعا بدون تفتيح ولا أي حاجة. فهو اللون بس كان مديها شوية على أورنج، هو طبعا باين في إيه في اللي قدام كان مسمع أكتر. درجة الأورنج دي كانت مسمعة معاها قوي، لأن طبعا العميلة ما بتبقاش متحكمة قوي في وضع الصبغة يعني، فأكيد بيجي منها الصبغة إيه في الواجهة كده أكتر. انا كان حد يعني جايب لي من بلد ما يعني بروتين كده، كانت حاجه إيه، انتوا عارفين انا بحب ان انا بستخدم قوي مع الشعور المصبوغة البروتين اللي هو بيبقى لونه على مزرقي كده عشان يحافظ شوية على اللون وبيعمل لي رنساج شوية على اللون. برضو كان في فيديوهات شفتها يعني كذا مرة على بروتينات او خامات او مواد يعني كان بيبقى لونها احمر. برضو دي كانوا بيستخدموها مع الشعور المصبوغة احمر، بتثبت اللون كده وتزهزه اللون يعني، برضو بتظبط كانت اللون، مش اللون ما بيقرنش بعدها او كده. انا طبعا شغل زي ده لما عاوزه اجربه مش هجربه طبعا مع اي حد يعني. دي كان واحده صاحبتي كده وحبيبتي، ومفهمها ان في لعبه كده هنلعبها وتستحملها معايا وان شاء الله الدنيا هتظبط معانا يعني. فانا ده كان شغل رمضان، اللي هو انا بحط دايما الماده الصبح، والعميله بتروح بالماده على شعرها وبترجع لي بعد الفطار، بس طبعا بتكون شطفت شعرها مثلا بعد ساعتين من الماده ولا حاجه. فهي تعتبر المادة قعدت كتير على شعرها، في الشعر كتم جدا. بس انا طبعا مجرد ما انا بوزع المادة على الشعر انا حاسة ان لون الشعر طبعا بيتغير معايا. حاسة الحتت اللي فيها الاورنج والاصفر او المحمر اللي مش مرغوب فيه ده، حاسة الدرجة بتتغير معايا فعلا، وان الشعر فعلا بيديني على درجة زيتوني كده. بس انا زي ما بقول لكم ان هي بس عشان احنا قعدنا بيه كتير شوية. فهي لما رجعت لي، طبعا هي رجعت لي غسلاه، كان الشعر زي ما بقول لكم كتم معاها شويه. فبرضو انا كنت متوقعه ان انا اول ما هنبدا كبس الشعر الدنيا هتفتح معايا شويه واللون هيغير. هنا لما رجعت لي وهي شاطفه شعرها، اللون اللون باين مش باين هنا، هو اللون فيه ضي اخضر كان جميل جدا، مع ان الشعر مكتوم قوي وغامق اغماء قوي، بس كان فيه ضي اخضر جميل جدا. وزي ما تخيلت فعلا وزي ما قلت لها ان انا اول ما هبدأ كبس الشعر هلاقي اللون بيتغير معايا واللون هيفتح معايا مثلا درجة او درجتين. فعلا فعلا مجرد ما بدأت الكبس اللون بقى تحفة معايا. اللون بس الصراحة ما كانش باين معايا قوي، ولا في الضوء ولا من غير إضاءة يعني، ولا بالإضاءة عارفة أجيب لكم اللون إيه بالظبط، ولا من غير إضاءة عارفة أجيب لكم اللون إيه بالظبط، بس كان ضي اللون تحفة. ممكن ان شاء الله في نهاية الفيديو ابقى اسيب لكم الريفيو بتاعها بقى، هي اللي سابتهولي على المادة صراحة وعلى اللون. ان هي انا خلاص انا اعتمدت اللون دوت اللون عجب كل اللي حواليا جدا. طبعا عجبني انا جدا، انا بحب اللعب بالحاجات الغريبة ديت. بس هنكمل بقى مرحلة الكبس كده مع بعض ان شاء الله، وفي اخر الفيديو هتشوفوا اللون في الاخر كان عامل ازاي.
لا بس اللي انا شفته ده كان صغير، لا مش يا ماما التاني للدرجة دي. انا